علاش ما كتحسوش بالطائره ملي كتكون دايره؟ المسافرين ما كيحسوش بالطائره ملي كدور، حتى كيتلفتوا في الشراجم ديالهم وشي كيبان ليه السما وشي كيبان ليه الارض وما كيفهموا حتى لعبه. حتى القهوه ديالكم ما كتدفقش. الطائره كدور بما يسمى بالكوردينيتد تيرن، اي اللفه المتناسقه. كيفاش؟ باش ندوروا الاخوان الطائره على اليسار كيتحل الجزء المتحرك من الجناح الايسر للفوق وكيتحل الجزء المتحرك من الجناح الايمن لتحت. في الجناح اليمين حيت كيتحل لتحت كيولد قوه رفع بسبب مجرى الهواء المعاكس، ولكن المشكل هو ان ما كاينش حاجه كتجينا فابور. قد ما كتزداد قوه الرفع كتزداد قوه السحب، وكنقولوا في الايروداينامكس with more left comes more drag. فالجناح اليمين باش يتهز كيولد قوه رفع لكن معها قوه سحب فكيرجع للور. الطائره كتميل والانف والذيل ديال الطائره ما كيبقاوش مستقيمين على نفس المحور، فكتدخل في ما يسمى بالادفيرس يو. فالطائره دارت على اليسار ممكن الانف يخرج على الدوره، فهاد اللعيبه كتسمى سليب، ويمكن يدخل الدوره، هاد اللعيبه كتسمى سكيد. بجوج خطيرين طبعا. فشنو كنديروا؟ كنصحوا بلي بيدال باش الانف والذيل ديال الطائره يستقموا على نفس المحور. طبعا هاد اللعيبه كيديروا لي بيلوت غير في الطائرات الصغرى، اما الطائرات الكبرى التجاريه فكدير اوتوماتيكمون بواحد اللعيبه كتسمى يو دامبر. هاد اللعيبات كتستعمل اجهزه استشعار ديال الاكسيليراسيون ديال التسارع وديال الميلان باش كتكوريجي الذيل ديال الطائره على حساب الوضع اللي عندنا. وهذا الشيء علاش القهوه ديالكم ما كتدفقش في الطائره، لانها كتدور بلفه متناسقه بحيث ان القوه ديال الجاذبيه كتطبق لتحت بشكل عمودي، حيت الطائره كتميل الجناح ديالها مع الدوران ديالها.